من مهرجان الجمال بالقاهرة. معانا خبيرة تجميل حنان رمضان. أهلا وسهلا بحضرتك. يا حبيبتي. حضرتك النهارده شاركتي في مهرجان الجمال بالقاهرة؟ ان شاء الله. شاركتي بإيه بالظبط حضرتك؟ توصفي لنا الشو. سواريه واتنين عروسه عادي وواحد عروسه خليجي يعني تعتبر ملكي. ماشي. اشرحي لنا أكتر، شاركتي النهارده بإيه؟ السواريه شغل عادي خالص، بسيط خالص، ملموم من الجنب ونازل السواريه اللي هو الذهبي ده. شغل عادي خالص، رافعينه من الجنب ومنزلين حاجات رقيقه خالص. تمام. شغل هادي جدا وبسيط جدا، مفيش فيه اي شغل خالص. العروسه الاولانيه ده مكياج عادي خالص برضو عروسه. العروسه الثالثه دي حضرتك اللي هي الثانيه. دي الثانيه. ايه بالظبط؟ رفعتي الشعر؟ رفعنا الشعر وعملنا مكياج دخاني بطرحه بسيطه خالص اسباني، مفيش فيها اي شغل خالص. شغل يعتبر ده موضه 2016 ولا حسب البشره؟ لا انا ما بمشيش تبع 2016 ولا 2015، انا بمشي حسب اللي بيليق مع البشره. تمام. العروسه الثالثه برضو شعر مرفوع لان وشها برضو بسيط وصغير برضو. تمام. دايما حضرتك الوش اللي يكون مدور وصغير شويه بترفعي له. تمام بالظبط كده. لو الوش واخد لو الوش طويل شويه بتسيب الشعر، بتداري الشعر. حجم الوش شويه وبالنسبه تمام نفس الطريقه ونفس الشغل، بس كله شغله مرفوع ما عدا طبعا العروسه اللي هي الاخيره اللي هي الملكي. انا عامله لها شغل خليجي. تمام. جبت لها شعر مستعار. الاستاذ اسامه هيكل من اسكندريه طبعا هو اللي مصمم الشعر المشهور. تكرم عليا وجاب لي الشعر. وطبعا كل ده بفضل جوزي اولا، وبعد كده الاستاذه الكبيره منال الحبيب. يعني هي اللي لها الفضل عليا كبير قوي 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 قوي. بشكر حضرتك جدا. كلمه بتوجهيها لرئيس المهرجان الاستاذ سيد عمران؟ الاستاذ سيد عمران انا بقول له شكرا جدا ليك، وان انت عملت لنا مهرجان بالشكل ده. مهرجان خرافي جامد على غير شاكله المهرجانات اللي قبل كده. بشكره جدا 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 وبقول له ربنا يخليك لينا. بشكر حضرتك جدا على الشو الرائع الجميل ده. شكرا.